أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا على هذه الوقفة المباركة. الآن نحن في الرباط، وأكثر من 60 مدينة الآن في كل ربوع المغرب، وبعد أكثر من 70 وقفة أمس ليلا في المغرب، وبعد المسيرة التاريخية للشعب المغربي يوم الأحد في هذه الشوارع. هذا صوت الشعب المغربي، هذا نبض الشعب المغربي، هذا قلب الشعب المغربي، هذه روح الشعب المغربي مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني ومع قطاع غزة، وضد التطبيع، ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. أيها الكرام، كل ما يجري الآن من وقوف وخروج للشعب المغربي في الساحات هو بمثابة استفتاء مفتوح لهذا الشعب يقول لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ونعم لقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الغاصب للأطفال وللنساء وللعرض وللشجر. أيها الكرام، أيتها الكريمات، أيتها الكريمات، نحن هنا لندد بالمجزرة الرهيبة التي اقترفها الكيان الصهيوني المجرم الغاصب لأرض فلسطين، الذي قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشيوخ وقتل المرضى في المستشفى. وليس غريبا عن الكيان الهمجي، هذه عقيدته وهذا سلوكه وهذه همجيته. أيها الكرام، الآن المقاومة صامدة منذ ملحمة 7 من أكتوبر، هي صامدة في وجه هذا الكيان، وينبغي للأمة في كل الربوع في كل البلاد العربية والإسلامية ومن كل أحرار العالم أن يقف الناس، أن تقف الجماهير، أن تقف الشعوب مع هذا الشعب الفلسطيني الذي يريد حقه كاملا في كل أرض فلسطين. فلسطين أيها الكرام، أيتها الكريمات، ليست فقط للفلسطينيين، فلسطين آية في كتاب الله للعرب وللمسلمين. فلسطين أيها الكرام بترابها، بقدسها، بمسجدها الأقصى المبارك، بكل ربوعها، ملك لهذه الأمة العربية الإسلامية، وحق على هذه الأمة أن تقف سدا منيعا وحصنا أيها الكرام مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني حتى يأخذ حقه كاملا غير منقوص. فتحية لكم جميعا، وتحية لهذه الجماهير المباركة في وقفتها. وفي الأخير أختم بهذه الوقفة من كتاب الله: إن كنا نعلم فإن العدو أيضا يعلم كما نعلم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. أيها الكرام، هذه المعركة التحمت فيها الأرض بالسماء، معركة المجاهدين الشجعان منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خط لنا في كتابه العزيز، قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هؤلاء الشهداء ليسوا قتلى كما عند الناس جميعا، إنها جواهر، إنها لآلئ تساق إلى جنات الفردوس الأعلى عند رب العالمين، وبدمائهم تستمر المعركة، وبدمائهم يستمر الصمود. أيها الكرام، هذا منطلقنا وهذه عقيدتنا. نأوي أيها الكرام إلى ركن شديد، لن تخضع المقاومة ولن تخضع فلسطين، لن تخضع لاستراتيجية العدو الصهيوني الذي يريد إما تدمير غزة على رؤوس أصحابها، أو يريد التهجير
نحن وفلسطين والمجاهدون والمقاومون وكل أحرار العالم نرفض التهجير. المكان الطبيعي للفلسطينيين هي الأرض المباركة. التهجير ينبغي للعصابات الصهيونية التي اغتصبت الأرض، وينبغي أن تعود من حيث أتت. والمسألة الثانية لا لتدمير غزة، لا لتدمير غزة، فينبغي أن تسند المقاومة حتى تنتصر بإذن الله، وهي منتصرة، وهذا يقيننا في الله عز وجل وفي سواعد المجاهدين وفي صمودكم أيها الناس، أيها الجماهير، أيها الأحرار. لا تقللوا بمثل هذه الوقفات وبمثل هذا الصمود. الله تعالى قالنا في وحي والسنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله، موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. صدقت يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياك